السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا مع بعض فيديو جديد النهاردة هننقل فيه الفراخ. هنا بقى كده شلنا بقى الفرشة اللي كانت موجودة وكنسنا الأوضة و... وغسلناها بالكلور، مية وكلور. الكلور أحسن حاجة تعقم وتطهر أي مكان. اهو زي ما احنا شايفين الأرضية بسم الله ما شاء الله نظيفة اهي زي الفل اهي. هنيجي بقى بعد كده هنسيبها تنشف شويه عشان لسه في رطوبه اهي، هناك اهي لسه في شويه رطوبه اهمت. هسيبها لما تنشف خالص وبعد كده هرشها جير، وفوق الجير احط بقى الشكاير وفرشه التبن والحاجات دي وانزل فيها الفراخ اللي انا محضناهم في مكان تاني بقى لهم 15 يوم. انا هصور لكم الفراخ بقى محضناهم في بوكسه. لسه ما نزلتش عنهم اي حاجه خالص، بس بقالي 15 يوم محضناهم في مكان تاني، وبعد كده بنزلهم هنا يكملوا ال 15 يوم التانيين، عشان مساحه الاوضه هنا صغيره زي ما احنا شايفين كده. شايفين مساحه الاوضه صغيره، ما تاخدش اكتر من 20 كتكوت. فهنا خلصت ذبحنا الفراخ التانية، وهننزل بقى الفراخ الجديده، مش جديده، اللي متحضنين بقى لهم 15 يوم في البوكسه التانية. وادي كده الفراخ انا نقلتهم من البوكسه، نزلتهم في الاوضه على الارض بعد ما نضفت الاوضه وفرشتها اهوت. فرشه التبن اهي يا جماعه، بصوا فرشه تبن. تحت الشكاير دي انا رشيت الجير تحت اهوت ورشيت تبن، وبعد كده رشيت بقى التبن ده كده. ونزلتهم هنا بقى كده، هم ما شاء الله لا قوه الا بالله 20 كتكوت. هم دلوقتي دخلوا في الفراخ، هم كده عمر 17 يوم. اللهم بارك، وزنهم 750 جرام يعني كيلو الا ربع. المفروض في عمر 17 يوم بيبقى الوزن 630، بس هم ما شاء الله لا قوه الا بالله معديين الوزن. ما شاء الله هم حلوين قوي ما شاء الله اللهم بارك يعني. هنبقى نوزن بقى. انا اصلا موسوسه موازين. تعالى تعالى انت اهو، مش عايز استنى. تهويه وتدفئه نظافه، والدواء بتاعهم بديهولهم في ميعاده، طبعا بديهم مضاد سموم ممشيهم عليه، وبحط لهم من وقت للتاني في الميه معلقه خل. اعمل لهم سقوه شيح، طبعا سقوه الشيح لما بعملها بديها لهم على 3 ايام ورا بعض. وممكن كمان اعمل شعير برضو 3 ايام ورا بعض. لو هتدي حلبه او خميره، تتاكدي ان هم ما عندهمش اسهال وان هم الدنيا تمام معاهم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناه، والدعوه حلوه منكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.